الأحداث في المنى بتبدأ على قمة جبل مع مجموعة من الشباب في رحلة لمغامرة وتسلق، ولما بيخلصوا رحلتهم بيرجعوا لباقي أصحابهم اللي بيكونوا مستنيينهم في بيت في وسط الجبل. وهم سهرين مع بعض أليسون بتشوف صورة الجبل في برواز متعلق على الحيطة، وروب صاحبها بيشوف في عينيها الاهتمام وبيوعدها ان هم ممكن يتسلقوا الجبل ده السنة الجاية. وتاني يوم بيكونوا بيستعدوا لرحلة تسلق جديدة، وروب بيبلغ اصحابه ان بسبب الاحوال الجوية رحلتهم هتبدأ الاول بالتلال، وبعدها بيوم هيبدأوا ان هم يتسلقوا الجبل. وهم قاعدين علشان ياخدوا استراحة، ايدن هيسمع صوت وهينتبه له وهينادي على باقي المجموعة علشان يتأكد من اللي سمعه، وأليسون هتسمع الصوت مع ايدن. وبتفتكروا أليسون في الاول ان ده صوت حيوان جاي من الغابة، بس ايدن بيقول لها ان ده مش صوت حيوان وانه في الاغلب انه صوت بشري بيطلب النجدة. وهتبدأ أليسون تقرب من مصدر الصوت اللي سمعوه، ومن بعدها أصحابها، وهيلاقوا أنبوب طالع من الأرض وهيفهموا إن في حد مدفون تحت الأرض. وهيبدأوا كلهم بالحفر لغاية لما يتفاجئوا كلهم بوجود بنت صغيرة جوه صندوق خشب، وبتبص لهم وهي مرعوبة منهم، وبيحاولوا إنهم يطمنوها علشان ما تخافش منهم، وبيخرجوها من الحفرة اللي كانت مدفونة فيها. ولما بتسألها جيني عن اسمها بتقول لها إن اسمها أنا، وبتسألها جيني عن اللي حصل لها وبترد عليهم أنا، وبتكلمهم بلغة غريبة ومش بيكونوا فاهمين كلامها ولا لغتها، وبيخمنوا إنها بتتكلم اللغة الروسية أو الكرواتية، وإن مفيش حد فيهم بيتكلم أي لغة منهم، فأكيد مش هيفهموا هي بتقول إيه. وبيخمنوا إن أكيد إن أنا اتخطفت، وإن اللي خطفوها هم اللي حطوها في المكان ده، وإن أكيد اللي خطفوها هيرجعوا لها تاني. وبيقرروا إن هم لازم يساعدوها ويسلموها لأهلها، وإنها بقت مسؤوليتهم من دلوقتي. وبيشوفوا على الخريطة اللي معاهم أقرب بلدة منهم واللي بتكون على بعد أميال، وبيقرروا إن هم يمشوا المسافة بين التلال علشان يوصلوا للبلدة دي. وروب بيشوف على الخريطة إن في طريق مختصر بين الجبال، بس الطريق ده شديد الخطورة، وهيكون طبعا من الصعب عليهم ان هم ياخدوا انا معاهم، وانها صعب انها تمشي فيه بسبب خطورته. وبيقرر روب انه يحط خطة، وهي انهم يقسموا نفسهم مجموعتين، واتنين منهم هم اللي يمشوا في الطريق المختصر، ولما يوصلوا للبلدة يبلغوا البوليس، وبعدها النجدة توصل لهم. وبيقرر روب ان ياخد أليسون معاه لتنفيذ المهمة دي، لان هم اكتر اتنين عندهم خبرة في التسلق وخصوصا في الاماكن الخطيرة. وفعلا روب وأليسون بينطلقوا باقصى سرعتهم، وروب بيثبت الحبل في الجبل علشان أليسون تنزل الاول وهو ينزل بعدها. ولما بتنزل أليسون بتقول له ان الحبل مش كافي علشان تنزل بيه للارض، وانها مضطره انها تكمل المسافه عن طريق التسلق، بس الجبل بيكون صعب جدا وخطير. وبتحاول أليسون لغايه ما بتلاقي حته من الجبل تقدر تقف عليها، وبعدها روب بيقرر انه ينزل وراها، بس أليسون بتتفاجئ بروب وهو بيقع من على الجبل قدامها وبيقع على الارض. وبعدها هتحاول أليسون انها تنزل من على الجبل، بس بتتفاجئ بحجاره بتقع عليها وبتتصاب واحده منهم اللي بيخليها تفقد التوازن وتقع هي كمان. بس من حسن حظها ان الشجر اللي وقعت عليه هيخفف من صدمه الوقعه لغايه لما بتقع في ميه النهر. ولما بتفوق بتلاقي روب مات، وبتعرف ان الحبل اللي كان مربوط فيه حد قطعه علشان كان قاصد انه يقتله. وبعدها بتنقلنا الاحداث للشخص المكلف بمهمه رجوع انا، واللي بيكون اسمه دراكو. وبيستعين دراكو بفردين من المجرمين علشان يساعدوه انه يرجع انا لابوها من اللي خطفوها. وأليسون بعدها بتقابل اصحابها اللي بيكونوا على الجنب التاني من النهر، وبتحاول أليسون انها تكلمهم وتقول لهم اللي حصل، وان في حد قطع الحبل علشان يقتل روب، بس بسبب المسافه اللي ما بينهم وصوت جريان ميه النهر مش بيكونوا سامعين هي بتقول لهم ايه. وبيسالوها عن روب وبتشاور لهم أليسون انه اتقتل. وفي وسط صدمتهم لما سمعوا الخبر طلقه هتنضرب وهتيجي في راس جين وتسقط هي وانا في النهر. واليكس جوزها هيحاول انه يساعدها، بس ايدن بيمنعه لانه لو نزل وراها النهر هيموت هو كمان بسبب التيار. وبيظهر المجرمين اللي كانوا خاطفين انا، وبيبداوا انهم يضربوا عليهم النار من بنادق الصيد اللي معاهم. وأليسون واصحابها مش بيكونوا منتبهين للرصاص اللي بيتضرب عليهم بسبب صوت الهواء وصوت النهر اللي جنبهم، وبسبب طلقه منهم أليسون هتقع في النهر. وبتحاول أليسون انها تنقذ انا من الغرق، بس بتتفاجئ بجثه جين مضروبه بطلقه وميته. بتفضل تدور أليسون على انا لغايه لما هتلاقيها غرقانه، وبتفتكرها في الاول ماتت بس بتحاول انها تنقذها، وفعلا انا بتكون لسه عايشه. وأليسون بتشوف المجرمين اللي بيطاردوها وهتحاول انها تهرب منهم قبل ما يقتلوها، وانا من خوفها هتستخبى من المجرمين، وايدن هيلاقيها ويحاول انه ينقذها منهم قبل ما يوصلوا لها. بس ايدن وهو بيهرب منهم هيقع على رجله وتنكسر. وهيحاول أليكس انه يحط خطه، لان العصابه مش بتفكر غير انها تاخد البنت منهم، والخطه هو ان يشتت انتباه العصابه، وخصوصا ان ايدن مش هيعرف يهرب بسبب رجله اللي اتكسرت، وانهم يهربوا بالبنت وهو يجري في اتجاه تاني علشان يخدعهم. ولما المجرمين هيشوفوا أليكس بيجري ومعاه البنت هيضربوه بالنار لغايه لما يقتلوه. والعصابه بتكتشف ان اللي حصل ده كان عباره عن خدعه
خدعه، وان اللي كان شايلها اليكس عباره عن عروسه، وانه ضحى بنفسه عشان ينقذ اصدقائه. وبنرجع تاني لدراكو وهو بيبلغ المساعدين اللي معاه ان هم يحطوا جهاز تعقب في الشنطه اللي فيها الفلوس علشان يقدروا ان هم يحددوا مكان العصابه. وبيحذرهم دراكو من فشل مهمتهم لان ابو البنت شخص خطير جدا، وانه مجرم حرب سابق، وان هوايته هي تعذيب الناس. وبيكون كل اهتمام دراكو انه ينقذ انا من ايد المجرمين اللي خطفوها من غير ما تتاذى، لانه خايف من غضب ابوها واللي ممكن يعمله لو بنته جرالها حاجه. وبعد عناء اليسون وايدن بيوصلوا لاسم الشرطه اللي موجود في المدينه، ويبلغوا الشرطي اللي موجود باللي حصل لهم، ويبلغهم الشرطي انه هيهتم بالموضوع، بس بسبب الاحتفال اللي في المدينه فكل المحققين مش موجودين. وفي نفس الوقت ده كان دراكو مستني واحد من المجرمين اللي خطفوا انا علشان يتفاوض معاه ويرجع البنت، والمجرم بيطلب من دراكو فلوس الفديه، وبيبلغوا المجرم انه لما ياخد الفلوس ويتاكد من صحتها هيكلمه ويبلغه بمكان البنت. بس دراكو بيرفض الطريقه دي وبيطلب منه البنت مقابل الفلوس. ودراكو بيبلغه انه ما يقدرش يثق في مجرم زيه بيعتدي ويخطف الاطفال. وايدن هيبدا الشك يدخل قلبه من ناحيه الضابط اللي موجود في القسم بسبب انه متراخي في انه يستدعي حد من المحققين او يتصل باي حد يقدر ان هو يحميهم من المجرمين اللي بيطاردوهم. وبيطلب من اليسون ان هم يمشوا لان احتمال يكون الشرطي ده متواطئ مع المجرمين. ولما بتوافقوا اليسون ان هم يمشوا هيوقفهم الشرطي ويسالهم عن سبب خروجهم من القسم، ويبلغهم الشرطي ان الوضع مش امان بره القسم. والشرطي لما هيلاقيهم مصممين على رايهم انهم يمشوا هيبلغهم ان هم ما يقدروش يمشوا لانهم اصبحوا تحت مسؤوليته، ولو حبوا يمشوا فلازم يسيبوا البنت هنا. وساعتها هيهددوا ايدن بالسلاح علشان يسيبهم ويمشوا، بس الشرطي هتجيله رصاصه فجاه ويقع على الارض قدامهم. واليسون وايدن هيهربوا من القسم قبل ما يموتوا هم كمان، والمجرم هيفضل يطاردهم ويضرب عليهم النار. وكمان المجرم بيضرب النار على مساعد دراكو اللي كان واقف يراقب المكان، بس المساعد قبل ما بيموت بيبلغ دراكو في اللاسلكي ان البنت المخطوفه مش في ايد المجرمين، وبيهجم دراكو على المجرم، بس المجرم بياخد منه شنطه الفلوس وبيهرب. واليسون بتحاول تهرب بالبنت من المجرم لغايه ما بتدخل بيت وبتستخبى فيه، بس المجرم بيفضل يلحقها لغايه ما اليسون بتتمكن انها تقضي عليه وترميه من الشباك وتنقذ انا في اخر لحظه. ومساعد دراكو بيتمكن انه يمسك المجرم التاني قبل ما يهرب بشنطه الفلوس اللي معاه. ودراكو والمساعد بتاعه بيروحوا علشان يقابلوا ابو انا ويطمنوه ان بنته بخير، وبياخدوا المجرم معاهم في شنطه العربيه. ولما ابوها بيستلم المجرم بيقرر انه يعذبه بنفسه وعلى طريقته الخاصه بسبب اللي عمله في بنته، وبيوعده انه هيخليه يتعذب عذاب ما شافوش في حياته. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا اللايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في تعليق. وسلام.